الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر محذرة من احتدام أزمة غذاء عالمية جديدة على غرار أزمة عامي 2007-2008، وذلك بعد تضخم أسعار السلع الغذائية عالميا في شهر يوليو تموز الماضي بشكل كبير، ويخشى من استمرار هذه الوتيرة المقلقة في الأشهر المقبلة، ومن احتمال تسجيل أسعار عدد من السلع الغذائية مستويات قياسية جديدة. أسعار الغذاء تلتهب متوعدة العالم بأزمة جديدة، فمؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ارتفع شهر تموز يوليو الماضي ب6%، وهو أعلى ارتفاع للمؤشر منذ عام 2009. السكر والحبوب سجلا أعلى مستويات الصعود، فارتفع سعر السكر ب12% والحبوب ب17%. أحوال الطقس المتردية تتحمل وزر ارتفاع الأسعار، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ضرب الجفاف أكثر من نصف مساحة البلاد وأودى بمحصول الذرة، ففي آخر تقاريرها خفضت وزارة الزراعة الأمريكية حجم المحصول ب17% عن تقديرات تقريرها المنشور الشهر الماضي، متوقعة أسوأ محصولا منذ عام 2006، ويخشى من أن تتلقى الدول الأفقر الضربة الأقصى لمطرقة الأسعار. على اعتبار أن أسعار الحبوب ستتابع ارتفاعها على الأغلب، فإن البلدان الأكثر فقرا ستكون الأشد تأثرا بذلك، لأن مستهلكي تلك البلدان سينفقون جزءا أكبر من دخلهم على الغذاء، وبالتالي سيزداد تأثرهم عندما تقفز أسعار السلع الغذائية. مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء قد تتحول إلى أزمة مزمنة بحسب البعض، نظرا لانخفاض عدد العاملين في القطاع الزراعي في أبرز الدول المنتجة للسلع الزراعية. منذ فترة عقد والعالم يستهلك أكثر مما ينتج، لذا لم يبقى لدينا الكثير من الغذاء، والأسوأ من ذلك هو تضاؤل أعداد المزارعين في العالم، فمتوسط عمر المزارع في الولايات المتحدة هو 58 عاما، وفي اليابان 66 عاما، و58 عاما في أستراليا أيضا. في الأحوال الاعتيادية وعند ارتفاع الأسعار فإن المزارعين يوسعون المساحات المزروعة، ولكن بسبب المشكلة التي تكمن في أن عدد المزارعين يهبط، فإن العالم لا يحصل بالتالي على ردة الفعل الطبيعية على ارتفاع الأسعار والمتمثلة بزيادة الإنتاج. وما دامت زيادة الإنتاج صعبة، فإن إيقاف لهيب الأسعار يتوقف على خفض الطلب على المنتجات الزراعية. تقليص استهلاك الحبوب لأغراض الغذاء غير ممكن وغير مقبول طبعا، ولكن تقليص إنتاج الوقود الحيوي من شأنه خفض الأسعار. وقد دعت منظمة الفاو الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقليص إنتاج الوقود الحيوي الذي يستهلك نحو 40% من محصول الذرة، دعوة لا يتوقع أن تجد قبولا لدى السلطات الأمريكية التي تكثف من إنتاج الوقود الحيوي لخفض أسعار البنزين. أنيس بازيد، روسا اليوم.